اهلا بيكم. النهارده جايبين لحضراتكم معلومات عن نادي فلومينينزي البرازيلي واللي هيواجه النادي الاهلي في مباراة الدور قبل النهائي في كاس العالم للأندية. اللقاء اللي هيكون ان شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 8 مساء وعلى ملعب الجوهرة اللي اتفائلنا بيه خلاص بعد ما قدر الاهلي انه يتخطى اتحاد جدة السعودي ويتأهل لمواجهة فلومينينزي البرازيلي في الدور قبل النهائي. وهنستعرض مع حضراتكم معلومات مهمة جدا عن فريق فلومينينزي البرازيلي وابرز اللاعبين. كمان فريق فلومينينزي فريق هجومي اكتر مبارياته اما بتنتهي بالفوز او الهزيمه. فريق يفضل الاستحواذ على الكرة طول الوقت، كرته هجوميه، خط هجومي قوي جدا لكن في نفس الوقت خط دفاعه ضعيف جدا. الفريق اللي في 41 مباراه محليه وقاريه سواء في الدوري البرازيلي او في كوبا ليبرتادوريس استقبل مرماه 59 هدف لكنه سجل 75 هدف. فريق زي ما قلت لحضراتكم كورته مفتوحه، كورته هجوميه، دايما خط دفاعه متقدم لقدام وفرص النادي الاهلي كبيره جدا في الهجمات المرتده. وقبل ما نقول لحضراتكم اهم لاعبي الفريق البرازيلي هنقول لكم ان هو كمان مسجل 13 هدف من الضربات الثابته وعنده 2 لاعيبه مميزين جدا في الضربات الثابته وهم البرازيلي كينو اللي كان بيلعب في نادي بيراميدز قبل كده وكمان الجناح الكولومبي ارياس. عندهم كمان لاعب اسمه كانو أرجنتيني وهو راس حربة عمره 35 سنة لكنه قناص وهداف خطير جدا. نروح بقى لخط دفاع الفريق البرازيلي واللي هو أضعف خطوطه وكمان متوسط أعمارهم السنية كبير جدا. عارفين طبعا الباك اليمين ونجم ريال مدريد السابق مارسيلو وكمان لاعب قلب الدفاع المشهور جدا فيليبي ميلو اللاعب الأصلع ولاعب هو عمره 40 سنة وهيكون نقطة ضعف إن شاء الله ممكن يستغلها لاعبي النادي الأهلي أمام الفريق ده. فريق زي ما قلت لحضراتكم متوسط أعماره كبير جدا، عنده أكتر من 7 لاعبين بيكونوا على أرض الملعب فوق ال 34 سنة وده عامل ممكن يستغله النادي الأهلي بإذن الله ويحقق الفوز على فريق فلومينينزي. دي كانت معلومات سريعة عن الفريق اللي ما يجبش إن احنا نستهون بيه ولازم نعمل له ألف حساب. فريق فاز بكوبا ليبرتادوريس زي ما قلت لحضراتكم وتغلب على بوكا جونيور الخطير الارجنتيني. الفريق ده بيحتل دلوقتي في الدوري البرازيلي المركز السابع لكنه زي ما قلت لحضراتكم فريق يخوف، مش لازم نأمن له، لازم نكون عاملين له ألف حساب. وزي ما دخلنا مباراة اتحاد جدة بقوة وبحماس إن شاء الله نتغلب على الفلومينينزي وبإذن الله الأهلي في النهائي ويقابل مانشستر سيتي.